تحضيرات الرياضيين للاستحقاقات المقبلة لا تتوقف في الشهر الفضيل. حياة المباركي عداءة مغربية في اختصاص 400 متر حواجز تستعد لتحقيق توقيت قد يمكنها من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في لندن. في شهر رمضان الكريم تواصل العداءة المغربية حياة المباركي تحضيراتها من أجل التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في العاصمة البريطانية لندن. معسكر تحضيري على قدر المتاح تقيمه حياة في الرباط استعدادا لمشاركتها في سباق 400 متر حواجز ضمن ملتقى محمد السادس، آملة في تحقيق توقيت يكفل لها المشاركة في النسخة 16 من بطولة العالم. وعندي ملتقيات كنتمنى ان شاء الله نحصل على المينيما، ومن بينهم ملتقى محمد السادس اللي عقد عليه امل كبير لانه كيجيو فيه عداءات كبار، وانا كنتمنى ان شاء الله نكون مع الثلاثه الاوائل. حياة التي تتذكر بأسا خروجها من الدور الاول لاولمبياد ريو بداعي الاصابه تستعد بجد لضمان التأهل رغم مشاركاتها محليا فقط. بالنسبه للرياضيين في الشهر هذا تيكون متعب بزاف لانك كنترينيو قبل من الافطار وبارفوا يعني حتى مورا الافطار. دونك حنايا معروفين خاصك الماء، يعني كتحتاج الماء، كتحتاج شحال من حاجه. يوني كيكون عندك واحد الهدف في حياتك، هذا الشيء كيهون. ورغم نقص الإمكانيات وصعوبة التدريب في الشهر الفضيل إلا أن حياة لا زالت تبحث عن بلوغ مستوى يؤهلها لتحقيق الأفضل رفقة زميلتها العداء فاطمة الزهراء مرزوق بمعدل 2 ساعات يوميا قبل الإفطار وبعده، دون أن يمنع حياة ذلك من أن تعيش الأجواء الرمضانية رفقة عائلتها وفق التقاليد والعادات المغربية. وشهر رمضان كينسيك أنك أولا كعداء يعني كتنسى داك الروتين ديال التدريب وداك الشيء كما كتشوفوا حنايا شي كتبغي توجدي شي هوايات مع العائله. بالنسبه للصلاه ديال التراويح كتبغي كتقربي بدل الله بزاف، لان راه كتعرفي الفتره ديال التدريب يعني كتبعدك شويه على الحباب، يعني ما كتجمعيش انت وياهم، والحمد لله. حياة نموذج حي لألعاب القوى المغربية التي تبحث عن استعادة مكانتها في بطولات العالم بعدما حققت ذهاب الألعاب الفرنكوفونية وألعاب البحر المتوسط ثم فضية بطولة أفريقيا إلى جانب مشاركتين سابقتين في بطولتي العالم في موسكو وبيجين.